دوس اشتراك وفعل زر الجرس وهيصلك كل جديد. اصحى للوصفات، هنا اجمد طبخات كل اللي بتحبوه. دوس اشتراك وفعل زر الجرس وهيصلك كل جديد. اصحى للوصفات، هنا اجمد طبخات كل اللي بتحبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت لكم طاجن تحفة. طاجن ايه يا ام اياد؟ طاجن يا حبايبي كوارع بالحمص بطعم تحفة. شايفين الكوارع زي اللوز، زبدة والله زبدة، مش قادرة اوصف لكم الطعم والريحة مالية البيت ازاي. تعالوا نشوف احنا عملنا الطاجن الرهيب ده ازاي. عشان نعمل الكوارع حطينا حتة زبدة في الحلة، نسيبها لما تسيح، نسمي ونصلي على رسول الله. عندي الكوارع غسلينها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، شايفين زي الفل ازاي. وهشوحها هضيف عليها بصلايه. احنا عايزين الكوارع تنشف وتغير اللون بتاعها. الطريقة دي طريقة جميلة جدا وجربيها. هضيف حبات من المستكة، هضيف حبهان او الهيل، هضيف عود من القرفة. كل دي منكهات تديها طعم جميل جدا لغاية ما الكوارع تشرب المية بتاعتها خالص. هضيف البزار او الفلفل الاسود، طريقة جميلة جدا. هضيف ورق الغار او ورق اللورا. لما تنشف المية اللي فيها خالص ويتغير لونها بالشكل ده، عايزه اقول لكم ريحة التتبيلات اللي احنا حاطينها جامدة جدا وجميلة، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي نعمل ايه؟ عندي مية مغلية، نسمي ونصلي على رسول الله. هضيف المية، طبعا مش هنضيف الملح خالص دلوقتي الا لما تستوي. هسيبها تستوي على راحتها ووطي النار عليها خالص. كل ما تكون النار هادية كل ما هتستوي براحتها وتكون الافضل. هغطي عليها واسيبها براحتها. دلوقتي بعد ما استوت طبعا وشلنا الريم او الزفرة، هنحط الملح بعد ما استوت. شايفين معانا استوت والشوربة بتاعتنا بيضة وجميلة وزي الفل. وطبعا شلنا الزفرة من على الوش، كل ما تغلي وتطلع الريم كنا بنطلعه. دلوقتي استوت خالص. هحط معلقة صغيرة من السمنة او من الزبدة في الوك. نسمي ونصلي على رسول الله. هجيب بصلاية مجروشة، البصلايه بس تغير اللون بتاعها، ونسمي ونصلي على رسول الله. عندي الطماطم انا مصفياها وضرباها في الخلاط، هسيبها تتسبك معانا. بعد ما نحط لها الملح، فلفل اسود او البزار، حط لها شويه من الريحان، شويه من الهيل المطحون، كده. بعد ما اتسبكت نسمي ونصلي على رسول الله. هجيب الطاجن ونحط فيه الكوارع بتاعتنا. احط فيها الحمص، انا غسلاه وسلقاه كويس جدا، شايفين عامل ازاي. احطه عليها، اضيف عليها الصوص الجميل ده وادخله على الفرن. هدخله الفرن ونشوف اهم خطوة في الطاجن بعد ما يطلع ايه هي. حاجة اجيب المقلاية واحط فيها حتة سمنة، حبة زيت، زبدة، اي مادة دهنية هتاخديها في المقلاية. طبعا انا حطيت معلقة صغيرة
لان عندي الكوارع دسمه وجميله. انا ما استعملتش الشوربه، اللي عايز ياكل بالشوربه هياكل، اللي عايز ياكل بالرز مع الطاجن الجميل اللي انا عاملاه ريحته تحفه، وهتجربوه بالطريقه دي مش هتبطلوا ابدا تعملوه. هحط معلقه من الثوم يا دوبك يتشوح معانا كده، نسمي ونصلي على رسول الله. هي دي بقى اهم تركه في الطاجن الجميل بتاعنا عشان يطلع طاجن ولا اروع ولا ألذ من كده. بيتعمل في اكبر المحلات المشاوي، محلات كبيره جدا ومعروفه، مش هقول اساميها. انا رحت مره طلبته، بصراحه انا ما اكلتهوش، قرفت منه جدا. يعني اعملي ببيتك اللي انت عايزاه وانضف واحلى. شايفين اللون اللي احنا عايزينه؟ هو ده اللون الجولد. على طول هنزل بشويه من الخل، بسم الله ما شاء الله، وحط النار كده. طلعناه من الفرن. يلا بقى الطشه الجميله بتاعتنا على الوش كده. ريحه الخل بقى والتقليه، اوه مش قادره اوصف لكم. تحفه يا جماعه بجد. عايزاكم تجربوه، وكده تكون اكلتنا الجميله خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.